بصراحة أبدا أبدا ما توقعت النتيجة، وبما إنه بيحبوه الكبار قبل الصغار وبيخلص معاكم ب5 دقايق بس، فقومي حضريه فورا واستمتعي ومتعيهم بأطيب طعم. لايك وشير قبل ما نبدأ بكون كتير ممنونة لإلكم. ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبلش. في البداية رفعت المقلة على الغاز وضفت 1 كوب من الحليب ومعلقة كبيرة من الزبدة. عندي هون 1 كوب من الشوكولاتة، أي نوع بتحبوه بتفضلوه، حتى لو كانت شوكليت شيبس برضه بيمشي الحال، بس لو استخدمتي بار شوكولاتة يفضل تبشريه قبل ما تضيفيه لحتى يسهل عليكي إنه يدوب. بعد هيك ضفت نص معلقة صغيرة من الفانيلا ومعلقة كبيرة مليانة من الكاكاو المر الخام. هلا بالوصفة الأصلية ما ضافوا معلقة الكاكاو، ولكن إضافة الكاكاو بتعزز لك الطعم وكمان بتعزز لك اللون. بعد ما دابت عندي الشوكولاتة بالكامل ضفت بسكوت سادة، استخدمت 165 جرام. دمجت كل المكونات مع بعض ويا دوب دقيقتين ومباشرة برفعه عن النار. أحبائي لو حبيتوا تستخدموا بسكوت بنكهة الشوكولاتة أبدا ما في داعي إنكم تستخدموا معلقة الكاكاو، اللون والطعم رح يتعزز عندك من نفس البسكوت. رح أضيفه وهو سخن بيغلي بمحضرة الطعام، أو إذا عندك خلاط الشاف كمان بيمشي الحال. خلطه على سرعة عالية وكل شوي بوقف الخلاط وبشوف أنا وصلت للقوام اللي أنا بدي إياه أو لا. وأحبائي اسمحوا لي بس أسألكم من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. شوفوا أحبائي وركزوا معاي منيح، أنا خلطته للمرة الأولى وبالنسبة لي قوامه كتير تقيل، فرجعت ضفت كمان ربع كوب من الحليب. وهون صوص الشوكولاتة بيعتمد أنت كيف بتحبيه، تقيل أو خفيف، والراعي انه هو رح يدخل الثلاجة فرح يتقل معاكي اكتر. انا بالنسبة لي 165 جرام من البسكوت اخذوا معي كوب وربع من الحليب. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عن جد هو كتير زاكي. ما بقدر اقول لك انه هو بديل ممتاز، ولكن نكهته كتير زاكية، خصوصا اذا استخدمتوا شوكولاتة كتير طيبة، بسكوت كتير طيب، فبيطلع معاكم اشي ولا اروع من هيك. بتقدري تحتفظي فيه بالثلاجة لمدة 4 ايام مش اكتر من هيك. خلينا نكون متفقين هو اصلا مش رح يضل لتاني يوم. احبائي كالعادة لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني حتجربوه أو لا.